السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. كيف ما كتشاهدوا معايا اليوم غنقدم لكم طريقتي في تحضير الحريره المغربيه اللي كتجي على هذا الشكل. هذا صراحه كتجي رائعه وسهله ولذيذه ومكوناتها جد بسيطه. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. هنا غنحتاجو 6 ديال الحبات ديال المطيشه، تقريبا كيلو. غادي نسلقها كيف ما كتشوفوا معايا، من بعد غادي نطحنها. الا ما بغيتوش ديروا هذه الطريقه تقدروا غير تحكوها وصافي، ولكن هذه الطريقه صراحه كتجي بها رائعه. صافي هنايا كنطحنها مزيان وكنحطوها جانبا. ندوزو هنايا المكونات. غنحتاجو بصله كبيره قطع صغيره وشويه ديال اللحيمات، نص زلافه ديال العدس وشويه ديال الحمص اللي كيكون مرقده ليله كامله. وعندي هنا القزبر والمعدنوس وشويه ديال الكرفس. غادي ندير واحد نص الكميه، ونص الكميه غنخليها حتى الاخير. وجوج معالق كبار ديال مطيشه كونسونطري، مطيشه الحك، والقليل ديال الشعريه. انا هنا درت الشعريه ديال السفه، يعني ديك الشعريه الرقيقه، والدقيق باش ندوروا الحريره ديالنا. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، ومعلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال التحميره، ومعلقه صغيره ديال الملحه، وجوج عويدات القرفه. المهم الملحه كتبقى على حسب الذوق، ومعلقه كبيره ديال السمن البلدي. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو للحريره ديالنا. في طنجرة الضغط كندير القليل من زيت المائدة او زيت الزيتون. كنضيف هنا البصل واللحيمات وكنشحرهم مزيان، وكنضيف التوابل كيف ما كتشوفوا معايا. والحمص كيف ما قلت لكم، الحمص يكون مرقد ليله كامله. انا عندي هنايا مرقداه شحال هادي وديرها في الفريغو صافي. وكنخلط جيدا جميع العناصر. صافي هنايا من بعد كنضيف مطيشه اللي طحنتها، مطيشه اللي طحنت معكم قبيله، كنضيفها على الحمص واللحيمات والبصله. المهم كيف ما كتشوفوا معايا كلشي واضح في الفيديو. صافي وكنزيد عليها شويه ديال الماء وكنخليها باش يطيب شويه داك الحمص. انا عندي هنا الحمص كيطيب دغيا. هنايا صافي زدت شويه ديال القزبر والمعدنوس وشويه ديال الكرفس، وكنخلي واحد الكميه قليله حتى الاخير وكنعاود نضيفها. صافي هنايا كنحرك مزيان حتى كيطيب لينا شويه داك الحمص. من بعد كنضيف العدس كيف ما كتشوفوا معايا، وهنا كنضيف الماء الكافي تقريبا 2 لتر ديال الماء صافي. وكنسدو عليها وكنخليوها طيب على خاطرها. صافي هنا بعد ما طابت لينا الحريره ديالنا غادي ندوزو باش ندوروها بالدقيق. هنا عندي واحد الكميه قليله ديال الدقيق كنخلطو مع شويه ديال الماء، وكنحاول نخلطو مزيان باش ما يكونوش فيه دوك الحبيبات. كنخلطو جيدا بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كنضيف لها 2 معالق كبار ديال مطيشه الحك كيف ما كتشوفوا.
وكنخلط مزيان. كيف ما قلت لكم حاولوا تخلطوا مزيان باش ما تخليوش هذوك الحبيبات ديال الدقيق. صافي ومن بعد غادي ندور على الحريره ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، وكنبدا نحرك مزيان مزيان. صافي وكنخليها واحد 5 دقائق. كي كطيب واحد 5 دقائق كنضيف عليها الشعريه، الشعريه رقيقه كيف ما كتشوفوا معايا، واحد الكميه قليله ماشي بزاف. وكنبدا نحرك وكنبدا واقفه حداها وانا كنحرك هكا باش ما تلصقش ليا هذيك الشعريه حتى هي. صافي واحد 5 دقائق حيت الشعريه رقيقه بزاف دغيا كطيب. صافي ومن بعد كنضيف لها داك شويه ديال القزبور والمعدنوس وشويه ديال الكرفس، كنضيفوه في الاخير باش يخلي ديك النسمه ديالو. صافي وهي الحريره ديالي وجدات. صراحه بهذه الطريقه هذه اللي عطيتكم كطلع لكم واحد الحريره رائعه. وكنضيفوا معلقه ديال السمن في الاخير. وصافي كيف ما قلت لكم الحريره ديالي ها هي وجدات. هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره ديالي. صراحه كتجي رائعه كيف ما كتشوفوا معايا. القوام ديالها كيجي هو هذاك، ما ثقيلاش بزاف وما خفيفاش بزاف، واللوين ديالها كيجي كيشهي. صراحه كتجي رائعه. تبعوا معايا الطريقه هذه اللي عطيتكم وان شاء الله انا اكيد غادي تنجح معكم. وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الوصفه ديال اليوم والاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم. دمتم في رعايه الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.